لو كنت ماشي في شوارع المعادي بعد نص الليل، إياك تبص ناحية الفيلا اللي على اليمين. مش علشان مرعبة، لأ، لكن عشان ممكن اللي جواها هو اللي يبص لك. الجملة دي كانت بتدق في دماغ مروان من زمان، من أيام ما كان يسمعها من أي حد بيعدي في الشارع ده. بس الليلة دي بالذات حس بيها بشكل مختلف. كان راجع من الشغل الساعة 41 دقيقة، الشارع فاضي، الهوا تقيل، وهدوء قاتل يخوف أي حد مهما كان شجاع. وهو قرب من شارع الفيلا رقم 12، الموبايل فصل، والنور بتاع أعمدة الشارع بدأ يضعف. بس قبل ما يفكر يرجع، شاف الحاجة اللي خلت رجليه تتسمر. لقى نور أصفر باهت بيولع من الدور التاني للفيلا. نور ثابت، مش انعكاس، نور بيشاور كأنه بيناديه بالاسم. فضل يبص للنور وهو بيولع ويطفي، يولع ويطفي، بإيقاع غريب ومرعب. إيقاع يخليك تحس إن في حد جوه بيبعت رسالة. قلبه ضرب بقوة، جسمه اتجمد، بس الفضول كان أقوى من خوفه. لقى نفسه داخل وسط البوابة المصدية المكسورة. الأرض تحت رجليه بتعمل صوت تكسير خفيف، كأنه بيدوس على حاجة مش مفروض تتكسر. ريحة تراب قديم مع ريحة شبه دخان حريق، ريحة مكان اتقفل عليه سنين وهو لسه فاكر كل اللي حصل فيه. أول حاجة لاحظها لما دخل المكان، لقى علامات أقدام صغيرة ماشية على التراب ناحية السلم. شكلها شكل رجلين طفل، بس مش طفل عادي، شكلها مشوه، رجل أكبر من التانية، خطوات مش مظبوطة ومش منتظمة، كأن اللي سايبها كان بيمشي وهو مش قادر يوازن نفسه. مروان طلع السلم خطوة خطوة، والسلم بيزيق تحت رجليه بصوت يقطع النفس. كل درجة بتقربه من النور، وكل درجة بتاخد منه شوية أمان. الطرقة ضلمة والنور جاي من آخرها، ووسط الضلمة كان في صوت بكاء طفل، طفل بعيد خافت لكنه موجود. مروان قرب من الباب اللي النور وراه، مد ايده على الباب، وفجأة الباب اتفتح لوحده ببطء مرعب، كأن حد واقف جوه مستنيه. دخل الأوضة، لقاها واسعة وفاضية، بس في نصها التراب متحرك، كأن في حد كان واقف فيها لحد اللحظة اللي فاتت. صورة بحدة، مكتوب رجعوني. هو أول ما قراها النور قطع، والدنيا غرقت في ضلمة مش طبيعية. وفجأة سمع نفس قريب، قريب جدا، واقف وراه. لف بسرعة، مفيش حد، بس الباب اتخبط واتقفل بقوة، لدرجة ان التراب نزل من السقف. مروان مسك الأكرة وحاول يفتح، لقى الباب مش راضي يتحرك. وبعدها الأصوات بدأت، همس جاي من كل ناحية، خربشة على الخشب، ضحكة مكتومة، وصوت طفل بيجري فوق السقف، صوت حد بيتمشى وراه. الضلمة بقت تقيلة لدرجة تخوف، والهوا جوه الأوضة بقى متجمد. فجأة الظلال بدأت تبان، كانت بتتجمع في الضلمة زي دخان اسود بيتكثف لحد ما يبقى شكل.
الأول طفل، وبعدين راجل، وبعدين ست، وبعدين حد مش مفهوم. ملامحهم مش موجودة، مفيش وشوش، ملامح ممسوحة كأن حد شد عليها ماسح. لكن الظل اللي كان واقف قدام مروان كان واضح. كانت ست شعرها طويل ومدلدل ومبلول، عمال يسقط مية على الأرض، فستان أبيض مقطع ومحروق، نص وشها سليم ونصه التاني متشوه، محروق كأنه اتشوى في نار قوية. قربت منه ببطء، وكل ما قربت الأصوات حوالينه بتعلى أكتر، خطوات، ضحك، بكاء، خربشة، كلها فوق بعض. لما قربت منه للدرجة اللي بقى شايف تفاصيل تشوه وشها، قال بصوت مش صوت واحد، بصوت ست وطفل وراجل فوق بعض: احنا اتحبسنا هنا وانت هتفتح الباب، لازم يتفتح. الأرض بدأت تتهز، والحيطان اتقربت، السقف نزل، والدنيا بقت بتقفل عليه، وصوت الست بقى أعلى، أغرب، أعمق. مروان حاول يصرخ بس ملقاش له أي صوت، حاول يتحرك بس لقى جسمه اتشل. الست مدت ايدها، ايد سودة وطويلة وباردة، لمست كتفه. في اللحظة دي كل حاجة اتقلبت. صرخة عالية ونور ضرب في عينه، وبعدين سكوت. لما فتح عينه لقى نفسه برا الفيلا، على الأرض قدام البوابة. الشارع فاضي، مفيش حد، مفيش صوت، مفيش نور. بص على الحيطة، كان في كلمة محفورة مش مكتوبة. على الساعة كانت 2:03، يعني من ساعة ما شاف النور 23 دقيقة بس عدوا. رجع البيت وهو مش قادر يفهم ايه اللي حصل ده، مش قادر يفهم اي حاجة. اول ما قعد على السرير الموبايل ولع لوحده، جاب صورة للأوضة جوه الفيلا، هو واقف فيها ووشه مصدوم وعينه مفتحة، ووراه الست المشوهة واقفة، وابتسامتها مش ابتسامة، دي ابتسامة وحش جعان. قبل ما يرمي الموبايل من الخوف ظهر إشعار تسجيل صوت، فتحه طلع نفس الصوت، طبقة فوق طبقة، طفل وست وراجل بيقولوا نفس الكلام: لسه الباب ما اتفتحش يا مروان، بس انت فتحته جواك. فجأة الموبايل اتحرك في ايده، والشاشة فتحت لوحدها، والكاميرا الأمامية اشتغلت. ظهر وشه، وراه الست المشوهة، وشها قريب منه ومبتسمة، مدت ايدها وبطرف صباعها لمست كتفه، نفس المكان اللي لمسته في الفيلا. وحصل السيناريو اللي مش ممكن حد يصدقه. الكاميرا فصلت والنور قطع، وصوتها قرب قوي قوي لحد ما بقى عند ودنه. وفجأة سمع صوت: احنا خرجنا خلاص، بس مش لوحدنا. وفي اللحظة دي الدنيا كلها اسودت، ومروان اختفى، حرفيا اختفى. اوضته مقفولة من جوه وموبايله متفحم من جواه، والناس في العمارة كلها اقسموا ان نور اوضته كان بيولع ويطفي طول الليل بنفس الطريقة اللي كان بيولع بيها نور الفيلا رقم 12.